اغلب الناس بتخلص مجموعتها في التمرين، وبعد ما بتخلصها بتقعد تمسك التليفون وتقعد تسكرول. في الحقيقة دي اسمها راحة، بس دي اكبر فرصة ان انت تنمي فيها عضلاتك. طب ازاي؟ اي حد لما بيخلص تمرين بتلاقيه بيقعد شوية يريح 30 او دقيقة، وفي ناس تانية بتستغل الوقت ده في عمل شوية اطالات واسترتشات. ايه بقى الصح في ده ولا ده؟ الحقيقة ان انا هقول لك كلام بناء عن ابحاث. الانترا سيتس ستريتشنج، في دراسة اتعملت جابوا مجموعتين، مجموعة بتريح عادي بعد التمرين ومجموعة تانية في الراحة بتاعتها بيعملوا استرتشات وتمدد. في الحقيقة لقوا اللي بيعملوا استرتشات وتمدد بين التمارين وبين المجموعات لقوا ان عضلاتهم او الهايبرتروفي زاد بنسبة 50% عن اللي هم كانوا بيريحوا راحة عادية. انا طبعا لما شفت الموضوع ده اتصدمت، بس لما شفته او فهمته كويس، طب ممكن نعرف ازاي التمدد او الاطالات دي بتكبر العضلات؟ هقولها لك وهلخصها لك في 3 حاجات بس. اول حاجة الميتابوليكس ستريس او الاجهاد الايضي. اول حاجة لما انت بتعمل اطالات بتمنع ان الدم يمشي، فبيتكون جوه العضلة نفايات، فبتبعت اشارة للجسم ان هو لازم يبني الياف عضلية بالزيادة. توسيع اللفاف او الغشاء العضلي، لما بتعمل تمدد العضله بتوسع الغشاء ده، بتخليه يوسع، فبتخلي العضله لما تيجي تتمدد تلاقي مساحه لها تتمدد فيها. وحاجه تانية زياده التوتر الميكانيكال، انت حرفيا عمال تقطع في العضله من ناحيتين، الوزن عمال يشدها وبعد كده التمدد اللي انت بتعمله بيشدها، فطبيعي انت بتكسر الالياف وهيتبني الياف جديده. طبعا انت لو عندك مشكله في اي عضله او عندك ضعف في عضله معينه، ممكن تعمل ان انت بعد ما تخلص التمرين تروح عامل تمدد للعضله دي بشكل قريب من التمرين. ولنفترض مثلا الدمبل بنش بريس، بعد ما تخلص تمرين ممكن تنزل وتمدد الشيست بتاعك للاخر وتفضل ثابت على الوضعيه دي لفتره كبيره، وبعد كده هتشوف النتيجة. طيب ايه الخطوات العملية ان انت تعملها عشان توصل للهدف اللي انت عايزه؟ عشان طبعا توصل لاكتر مكاسب وبدون ما تتصاب او يحصل لك اي حاجه، الخطوات اللي انت هتعملها طبعا بعد ما تخلص المجموعه بتاعتك اللي هي كانت مثلا 10 عدات او 9 او 11 او 12، اول ما تخلصهم هتثبت وهتجيب وزن اقل او بنفس الجهاز لو انت بتلعب على ماشين وهو فاضي تشيل من عليه الاوزان وتثبت في وضع الاستطاله بتاعه بطريقه كبيره، وبعد كده تثبت على الموضوع ده حبه حلوين، وثم بعد كده لما تدمرها خالص تروح شايل ايدك وسايب. والخطوه الثالثه طبعا التمدد لازم يكون مؤلم، بس ما توصلش للتمزق ان انت تقطع العضلات بتاعتك، لا انت هتوصل لدرجه ان انت مثلا شديت عضلة الصدر بطريقة كويسة، ثم بعد كده أول ما خلاص جبت آخرك تروح قايم، ما توصلش للقطع. الخطوة الأخيرة هتكمل وقت راحتك بعد التمدد اللي أنت عملته ده طبيعي جدا، اللي هو كان دقيقة أو دقيقة ونص وهكذا. والتكنيك ده طبعا مش بتعمله لأي حاجة، مش تروح تعمله لي في السكوات أو الديد ليفت وتجيب لي عاهة في ظهرك. استخدمه طبعا في عضلات تكون فيها المدى الحركي بتاعها آمن، زي البايسبس والترايسبس والتشيست والسمانه. وطبعا انت مش هتعمله في كل جسمك في اول مره، لا انت ممكن تعمله مع العضله العنيده بتاعتك، وان شاء الله بعد اسبوعين 4 3 هتوصل للمكاسب اللي انت عايزها. دلوقتي بقى دورك انت، لو مجرب الموضوع ده خش واكتب في الكومنتس، ولو انت مش مجربه وهتجربه بعد ما تجربه عرفني المكاسب بتاعتك في الكومنت برضو. وطبعا لو وصلت لهنا ما تنساش السبسكرايب واللايك، وسهله مش محتاجه فزلكه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.